السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في عمق الحدث، وضمن التغطية المستمرة لبرامج قناة الشرعية. اليمن يتحرر. اليوم نتحدث عن الوضع الإنساني المتردي في اليمن. سيكون في حديثنا في الجزء الأول الوضع الإنساني المتردي في اليمن. الوضع بالفعل مؤلم، الناس يعانون، الآلام تنتشر في أوساط اليمنيين، الأمراض، أيضا نقص الغذاء، نقص الدواء، نقص الكهرباء، نقص الماء، كل هذه انصبت على رؤوس اليمنيين. نسأل من الله أن يلطف بالشعب اليمني. هذه المأساة التي لا يمكن أن نسكت عنها. سنظل ننادي، سنظل نصرخ بأن الشعب اليمني اليوم يعاني من نقص الغذاء، يعاني من نقص الدواء، يعاني من وضع إنساني محرج. وكما قالت منظمات إنسانية أو نادت منظمات إنسانية بأن الوضع في اليمن مروع، وضع كارثي، وضع قد يكون على حافة مجاعة وشيكة ستصيب الشعب اليمني. لذلك نحن سنناقش هذا الوضع، ننظر من تسبب في المجاعة أو في المأساة التي حصلت على الشعب اليمني اليوم. من هو السبب؟ لماذا لا يدعم اليمن؟ لماذا لا تقدم المساعدات لكل أصحاب الحاجة؟ هكذا سنناقش في حلقة اليوم أعزائي المشاهدين. قبل أن ندخل إلى الحلقة أو قبل أن نتحدث إلى الحلقة، طبعا أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ سعد الجرادي، المحلل السياسي المعروف. مرحبا بك أستاذ سعد. مرحبا بك، حياك الله أخي عمر. حياك الله أستاذي. إذن دعونا نشاهد هذا التقرير أعزائي المشاهدين ثم نعود إلى البرنامج. يتحمل المدنيون النصيب الأكبر من وطأة عمليات القصف والاجتياح التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح للمدن والمحافظات، حيث يعيش ما يزيد عن 21 مليون من إجمالي السكان البالغ 25 مليون أوضاعا إنسانية صعبة جراء المواجهات الدائرة في المناطق التي اجتاحتها الميليشيات، وتتطلب مساعدات ضرورية وعاجلة. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عرض خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2016، وتهدف هذه الخطة التي نوقشت في عمان إلى حماية المدنيين وتعزيز احترام القانون الإنساني والدولي والاستجابة لانعدام الأمن الغذائي وتعزيز وسائل كسب العيش وضمان وصول الخدمات الأساسية للمتضررين في اليمن لإنقاذ حياتهم وإيصال المساعدات إليهم في أسرع وقت ممكن. وأشار المسؤول الأممي إلى وجود أكثر من 21 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، خصوصا بعد أن دفعت الميليشيات الخدمات الأساسية الاجتماعية إلى شفير الانهيار، إضافة إلى تدهور الاقتصاد وفقدان الملايين من الأسر مصادر رزقها، موضحا أن العمل الإنساني في اليمن بحاجة إلى $1,800,000,000. أما بالنسبة للوضع الإنساني الحرج، فقد علق المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي مهند هادي قائلا إنه لا يمكن تحسين الوضع من دون رفع الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدن اليمنية، مشيرا إلى محاولات البرنامج للوصول إلى محافظة تعز مرارا وتكرارا، داعيا الميليشيات إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وأن تبذل جهودا أكبر لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين في جميع المدن اليمنية، وأن لا يكون ذلك مشروطا بأي إجراءات تعيق هذه العملية. بدوره أكد المشرف العام في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة على التزام المملكة العربية السعودية بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمتضررين في اليمن، وكشف أن ثلثي المعونات التي ترسلها المملكة إلى اليمنيين تصل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لافتا إلى تمكن المركز بالتنسيق
مع قوات التحالف العربي من إيصال مواد إغاثة للمحاصرين في تعز عن طريق الإسقاط الجوي. المملكة كانت أعلى دولة قدمت مساعدات لليمن في 2015، وهذا مسجل وموثق دوليا، ولا زلنا نقدم في 2016 ونعمل إما مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية. أكثر من ثلثي المعونات تنسق مع منظمات الأمم المتحدة، والعمل المباشر يتم إما مباشرة من المركز أو بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني اليمني. ولا يزال وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى مناطق المواجهات يواجه قيودا كثيرة، فمنذ سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على العاصمة فرضت قيود شديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المدن التي تسيطر عليها، حيث تقيم ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح نقاط التفتيش تتحكم في دخول وخروج البضائع، وتفرض حصارا مطبقا على المحافظات التي لا تقع تحت سيطرتها للضغط على الطرف الآخر إنسانيا ودفعه للقبول بتسويات سياسية لا ترضي أحدا. إذن كما شاهدنا أستاذ سعد، منظمات إنسانية تصرخ وتنادي بمجاعة وشيكة في اليمن. غالبية الشعب اليمني كما سمعنا بحاجة لمساعدات إنسانية. أستاذ سعد، من أوصل الحال ومن أوصل اليمن واليمنيين إلى هذا المستوى؟ الكل يعرف بأنه من يوم وصول الحوثيين إلى صنعاء في 21 سبتمبر، هذا اليوم الأسود في تاريخ اليمنيين، يدركوا بأن هذا اليوم وما تلاه يعني من عمل وحشي للحوثيين يعني هو من أوصل اليمنيين إلى هذا المستوى. يوم 21 هو يوم مشؤوم في تاريخ اليمنيين، لأنه يوم 21 أو سنة 21 في عهد الأئمة ما قبل الحوثيين أو أجداد الحوثيين حصلت المجاعة في اليمن وماتوا الآلاف من اليمنيين جوعا، وجاء مرض كان يسمى السباع، يعني كان يموتوا الناس من مرض أسبوع، يعني من مرض أسبوع لا بد ما أن يموت، من تعدى الأسبوع كان يعيش، فسمى في اليمن بمرض السباع. ولذلك هذا في عهد الأئمة. أنا أعتقد أنه عندما تصل مجموعة من العناصر الهمجية والفاشية إلى سدة الحكم بعملية انقلابية، يعني بحجم يعني بعقلية الحوثيين، بعقلية مذهبية، بعقلية فاشية، بعقلية نازية، بعقلية بربرية، بعقلية الموت، بعقلية شعارة الموت، ماذا ننتظر منهم؟ يعني ننتظر منهم طبعا أن يموتوا اليمنيين بكل المسميات. لكن هم جاءوا أستاذ سعد على أساس إزالة الفساد، على أساس إعادة الحياة للشعب اليمني، على أساس نزع كل من تسبب في شقاء الشعب اليمني لسنوات كثيرة. هم جاءوا على هذا الأساس، هم رفعوا هذا الشعار كلمة حق يراد بها باطل، يعني كان الشعارات شعارات ثورية، شعارات وطنية، ولكن كلمة حق يراد بها باطل. هم أرادوا الباطل لليمنيين. اليوم يعني من يحاصر أبناء تعز؟ ها هم الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح والجيش العائلي والميليشيات الفاشية، وأيضا من يتحكم بمصير الحديدة، من يقتل أبناء تهامة هم الحوثيين. فهم يقتلوا أبناء تهامة بالرصاص، ويقتلوا أبناء تهامة أبناء تعز بالرصاص، ويقتلون بالحصار، ويقتلون بكل الوسائل. ولذلك مشروع الحوثي هو مشروع الموت، مشروع المجاعة، مشروع الفقر، مشروع الفوضى، مشروع الدمار، مشروع يعني تدمير المنازل، مشروع تدمير المدارس، مشروع تدمير المدن، مشروع يعني قتل كل من يخالفهم الدين والمذهب والفكر والجغرافيا. هذا هو مشروع الحوثي. ولذلك للأسف الشديد أن المنظمة الدولية تتعامل مع هذه الميليشيات، للأسف الشديد هذه الميليشيات التي حولت الإغاثة إلى سوق سوداء، وحولت الإغاثة إلى مجهود حربي. احنا في على سبيل المثال عندنا في ريمة لم يصل إلى ريمة حتى بطانية واحدة، لم يصل إلى ريمة حتى كيس قمح، لم يصل إلى ريمة علبة حليب لطفل. وإذا وصل شيء عن طريق معاملة بعض الإخوان احتجزوها المتحوثين وباعوها في السوق السوداء. هذا ما هو حاصل. ما يحصل في اليمن عمل يعني أخطر من أعمال من الصهيونية، ألطف من الحوثيين. الصهيونية عندما تحاصر غزة ألطف منهم، يعني تضربهم بالطيران وتضربهم بكل الأسلحة، لكن وهو إجرام بحد ذاته. لكنه أقول أنا أن الصهيونية والفاشية الألمانية
يعني النازية الألمانية ألطف من الحوثيين. الحوثيين تعدوا كل الإخلاق، تعدوا إخلاق اليمنيين وقيم اليمنيين وشرف اليمنيين، وتحولت هذه المجموعة إلى أخطر من كلمة داعش وأخطر من كلمة الإرهاب. طيب هذا ما أستاذ سعد، هناك من يقول أيضا بأن الميليشيات الانقلابية تستخدم ورقة الوضع الإنساني في اليمن وترديه، يعني هي من، هكذا يقول البعض، أن هي من استقصدت أن يصل المواطن اليمني إلى هذا المستوى حتى تلعب بهذه الورقة، وأننا أصبحنا وتنادي عالميا وأمميا بأن وضع الإنسان متعب ونحن كذا، تحاول أن تتخذ منه قشة لتنجو بنفسها. كيف تنظر لمن يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام صحيح، يعني معروف، يعني حصارهم لتعز والضغط على تعز وقتل أبناء تعز بما فيها الحصار، هذا دليل واضح بأنه الحوثيين يمارسوا هذه الأعمال. نعم. أخي عندهم طبعا مثل ما تقول آلة إعلامية. عندما تحالفوا مع علي عبد الله صالح استطاعوا أن يكونوا هالة إعلامية قوية جدا، يستطيعوا ينشروا كذبهم وتدليسهم على الرأي العالمي وعلى الرأي المحلي. نعم. هذا هو السر والسبب أنه في هناك ضعف في الإعلام المقاوم. الإعلام المقاوم ضعيف، يعني مش قادر يوصل الصوت ويوصل الصورة ويوصل هذه الجرائم إلى كل المنظمات الدولية وإلى كل يعني إلى جانب أنه من بداية الأزمة وإحنا نقول للرئيس عبد الرب منصور لا بد من شرعنة وزارة الخارجية، لا بد من تكنيس وتنظيف كل السفارات من الوجود العفاشي ومن الوجود الحوثي، من أجل أن نوجد سفراء قادر أن يوصلوا صوت اليمنيين وأن يفضحوا جرائم الحوثيين في كل دول العالم. هذه من أهم النقاط، من أهم نقاط الضعف، بأن وزارة الخارجية ظلت وما زالت يعني العناصر مدسوسة داخل هذه السفارات. في سفارة ناجحة مثل القنصلية في جدة، مثل السفارة في الرياض، يعني تمثل الشرعية بكل ما فيه من تمثيل من معنى يعني. طيب أستاذي، طبعا لو تحدثنا عن الأمم المتحدة، دور المنظمات الإنسانية اليوم في اليمن في دعم اليمن واليمنيين، كيف تنظر إليه اليوم؟ يا أخي أحيانا المنظمة الدولية هذه تضر اليمنيين أكثر ما تنفعهم. عندما توصل الإغاثة إلى الحديدة وإلى ميناء الحديدة أو إلى ميناء المخاء أو إلى الموانئ المسيطر عليها تسلمها للحوثيين، الحوثيين يأخذ هذه الإغاثة ويروح ويعطي بعض الناس من قادة الميليشيا منهم مرتبطين بسلالة الهاشم، يعني عبد الملك الحوثي أسرته. نعم. ويبيعوها في السوق السوداء وما بقى منه يحولوا المجهود الحربي. إذن المنظمات الدولية هي الآن تشارك قتل اليمنيين، يعني بهذا السبب يفترض بأنه في هناك فريق مسؤول عالميا ويمنيا وعربيا هو المسؤول عن إيصال الإغاثة إلى يد كل مواطن يمني، وغصبا عن الحوثيين وبقوة يعني الشرعية الدولية. لكن أنا أسلم رقبة اليمنيين للحوثيين، يعني مستحيل يوصل. لماذا ما يوصل الإغاثة إلى ريمة؟ لماذا ما يوصل الإغاثة إلى عتمة؟ لماذا ما يوصل الإغاثة إلى أصابين؟ لماذا ما يوصل الإغاثة لكثير من مناطق اليمن؟ السبب أنه يصل إلى أيادي الحوثيين. هذا هو المطلوب. إلى جانب ذلك بسبب خلل في عملية تنظيم القيادة العامة للمقاومة الوطنية، يعني يفترض أن لدينا يعني قيادة أقاليم، لدينا قيادة محافظات، لدينا قيادة مديريات، لدينا قيادة عزل، يعني هذه القيادة للمقاومة لا بد أن تلعب دور في عملية إيصال حتى الإغاثة التي تأتي من مركز الملك سلمان. نعم. على الأقل عن طريق، لأنه لا بد أن يكون لدى كل قيادة جانب إغاثي. هذا الجانب الإغاثي في قيادة المقاومة هو الذي يتولى عملية حصر المتضررين وإيصال الإغاثة. يفترض هذا الكلام. نحن قادمين على مراحل أشد من ما قد مرت. طيب. وعلينا وأدعو الحكومة الوطنية أو الحكومة الشرعية والأحزاب الوطنية أن ينظموا العمل وأن يقودوا يعني المرحلة القادمة وأن يقصروا من أجل الانقلاب بالعمل المنظم. طيب أستاذ سعد، يعني هل تظن يعني بكلامك أنه لو مسكت الحكومة الشرعية وانتهى الانقلاب، لو استولت أو رجع اليمن إلى حاضنة الحكومة الشرعية بأكمله، هل سينتهي الوضع المتردي الإنساني في اليمن؟ هل ستعود الحياة لليمن؟ يعني أم أن الوضع هو دائما نحط أعذارنا على مثلا الانقلاب والميليشيات ومن هذا القبيل؟ هل لو انتهى الانقلاب
هل ستعود الحياة لليمنيين برأيك؟ أسمع منك الإجابة أستاذي بعد فاصل قصير، أعتذر منك. إذن أعزائي المشاهدين دعونا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لنسمع جواب الأستاذ سعد الجرادي. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامج في عمق الحدث، وضمن التغطية المستمرة لبرامج قناة الشرعية اليمن تتحرر. إذا ناقشنا في الجزء الأول الوضع الإنساني المتردي في اليمن، إلى أين المأساة التي يعاني منها أبناء الشعب اليمني بسبب نقص الدواء والغذاء والماء والكهرباء. هناك مأساة كارثية. كما أيضا قرأت قبل أيام بأن صنعاء سجلت كثالث عاصمة أسوأ عيش في العالم فيها. يعني لم نكن نتخيل أن يصل الوضع إلى هذا المستوى. كل ذلك كان بسبب أناس أو ميليشيات لا تفقه في السياسة، لا تفقه في الدبلوماسية، لا تعرف كيف تدير يعني كيف تدير مؤسسة أو قرية، ما بالك بدولة. فأوصلت اليمن واليمنيين إلى هذا المستوى، خربت علاقاتها في الداخل، كفرت الناس، فجرت بيوتهم، دعششتهم كما يقولون الدواعش كل من اختلف معهم دعششوه، ارتكبوا شتى أنواع الجرائم والتعذيب. ولم يكفهم ذلك، بل بدأوا أيضا انتقلوا إلى الخارج، استعدوا دول الجوار، هددوا دول الجوار، عملوا مناورات هزلية من أجل أن يصلوا كما يقولون إلى مكة وغيرها، وتسببوا بالدمار والويل للشعب اليمني الضعيف، الشعب اليمني المسكين الذي يسعى من أجل نيل حريته، يسعى من أجل نيل كرامته، ليس أكثر من أجل نيل عيشه الكريم. لكن هؤلاء جاءوا باسم السلالة وباسم الحكم الذي جاءهم من السماء، وأنهم هم الأولى به، فدمروا البلد بما فيه للأسف الشديد. إذن الشعب اليمني ما زال يقاوم، الشعب اليمني صامد، الشعب اليمني ستفرج بإذن الله هذه الأزمة التي حلت به، والمأساة والألم من الناحية الإنسانية سيفرج بإذن الله، سيفرج الله عز وجل عن الشعب اليمني، وسيعود الأمل لأبناء هذا الشعب العظيم. إذن أعود إلى الأستاذ سعد. أستاذ سعد، كنت سألتك قبل الفاصل بأنه هناك مجاعة، هناك وضع، هناك مأساة، هناك آلام اليوم في اليمن. هل بعودة الشرعية أو بعودة الشرعية وسيطرتها على جميع أجزاء اليمن سيعود الأمن لليمنيين، سيعود الأمان لليمنيين، سيعود الغذاء، سيعود الدواء، ستفتح الأبواب لليمن واليمنيين لأن يعيشوا عيشا كريما، أم أن الوضع هو كما يقال عندنا بالمثل اليمني دايما واخلفي بابها؟ أنا أعتقد أن أسوأ مرحلة في تاريخ اليمن هي فترة من عام 1978 من وصول السفاح علي عبد الله صالح إلى السلطة، واستمرار هذه السلطة إلى أن وصلوا الحوثيين في 21 سبتمبر إلى سدة الحكم. إحنا في مرحلة خطيرة جدا، إحنا في مرحلة التحرير، ويفترض بأنه هذه الفترة عندنا حكومة حرب مركزة لفترة الحرب، لا يعني